بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ تعالوا هنعمل النهاردة حلوى بفاكهة الكاكا بطريقة سهلة وبسيطة خالص، ومكونات موجودة ومتوفرة عندنا، والحقيقة بتدي حلوة قوي، وما كنتش متخيلة انها تطلع بالطعم الجميل ده. هنجيب 4 حبات او 3 حبايات كاكي، وكوباية لبن حليب غاليينها ومبردينها، ومعانا سكر بودر ممكن ان احنا نستبدله بعسل ابيض لو موجود. ومعانا شوكولاتة خام 2 معلقتين أو 3، أو كاكاو اللي موجود ومتوفر عندك. كل اللي هنستخدمه في الحكاية بتاعتنا ديت إن احنا هنستخدم الخلاط، ما بنستخدمش بقى لا بوتاجاز ولا أي حاجة، وبتطلع معانا نتيجة جميلة جدا. ولو انت عندك ضيوف ممكن ان انت تعملي الحلوى ديت في وقت قصير، وهتنقذ لك الموقف لو انت ما عندكيش حاجة تقدمها لضيوفك. هناخد يا حبايبي كل المكونات بتاعتنا وهننزل بيها على الخلاط: الشوكولاتة ويا السكر البودر واللبن والكاكي. ممكن تقشريها او ممكن بعد ما تخلصي برضو تصفيها عادي، مفيش اي مشكلة. وبنخلطهم مع بعض في الخلاط لحد ما تنعم معانا، وبتكون كده خلاص الحلوى بتاعتنا جاهزة، والنتيجة جميلة زي ما انا قلت لكم، وجربوها وان شاء الله هتلاقوا النتيجة تعجبكم بإذن الله. هنفضها في الكاسات بتاعتنا على طول. احنا حتى شايفين واحنا بنفضيها بتحس ان هي خلاص بقت متماسكة في نفس الوقت. وبتحلي بقى الوش بتاعها بأي مكسرات عندك، بكريم كراميل، بالكراميل بتاع الكريمة أسفة لو موجود، وبتبقى معاكي طعمها حلو وجميلة. وبجد بجد أنا ما كنتش منتظرة إنها تطلع بالحلاوة دي. وبرضو زي ما احنا قلنا مفيش في 10 دقايق بتكون الحاجة جاهزة عندك لولادك. بتقدميها بطريقة تانية لو هم حتى ما بيحبوش ان هم ياكلوا الفاكهة ديت وما بيعرفوهاش، لان طعمها بيبقى جميل جدا ومختلف. شايفين بسم الله ما شاء الله، والله جميلة وطعمها حلو قوي. وبتقدميه فاكهة الكاكي في شكل تاني، الشوكولاتة اللي احنا بنضيفها عليها بتغير طعمها وقيمة غذائية حلوة. أتمنى يا حبايبي إن الطريقة تكون عجبتكم وتنال إعجابكم، وما تنسوش الاشتراك في القناة. وبألف صحة وعافية يا رب. وأحلى فاكهة وأحلى صنف حلويات هتعمليه في 10 دقايق، يدوبك هتحطيها نص ساعة أو ساعة على رف التلاجة، بتديكي نتيجة زي الفل.